كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك. النهارده احنا موجودين في المزارع بتاعه هايبر 1، هنوريكم مراحل الاضحيه بالكامل من اول الذبح لحد ما تستلمها في شنط. تابعونا في فيديو النهارده. عيد الأضحى أو العيد الكبير أكبر عيد في العيدين اللي عندنا كمسلمين، العيد اللي بيقف فيه الحجاج علشان يأدوا الفريضة الخامسة في الإسلام وهي فريضة الحج. العيد اللي ارتبط بقصة سيدنا إبراهيم وبتضحيته العظيمة بابنه وتصديق سيدنا إسماعيل ليه، علشان بعدها يأمروا ربنا إنه يضحي بأضحية بدل من ابنه. فلقد فداه ربه بذبح عظيم. علشان في كل عيد نضحي بأضحية واللي بيكون ليها شروط معينة. النهارده احنا في تجربة مختلفة، كتير من الناس بيذبحوا الأضحية في بيوتهم، لكن في مزارع كتير بتوفر إمكانية إنك تشتري الأضحية ويوم العيد تروح ويتم ذبحها بحيث تاخدها في وقت قصير جدا، وفي نفس الوقت بيكونوا محترفين ومتخصصين، مش مجرد حد بيمارس المهنة ديت أيام العيد وخلاص. النهارده احنا في مزارع هايبر 1 واللي موجودة في الريف الأوروبي، واللي بتقدر من خلالهم إنك تحجز أضحيتك قبل العيد وتيجي هنا في أي وقت بعد صلاة العيد علشان تضحي ويتم ذبحها قدامك وتقطيعها من خلال خط الانتاج دوت. اول ما بتوصل طبعا بتروح علشان تستلم الاضحيه سواء خروف او عجل بالرقم اللي بتكون مترقمه بيه. بعدها بيبدا الخروف يدخل على مرحله الذبح، وهنا بيكون عندك خيارين، يا اما تذبحه بنفسك يا اما تسيب الجزار يذبحه. المشكله بس الوحيده اللي هنا هي ان الاضحيه بتشوف اللي مذبوحين قبلها وده مش صح. بعدها بيدخل الخروف على مرحله النفخ علشان الجلد يتفصل عن الجسم والسلخ يكون اسهل. بعدها بيبدأوا يسلخوا الجلد عن الخروف بمنتهى السهولة. علشان بعدها يبدأ الخروف يتعلق هنا علشان يدخل على المرحلة اللي بعدها، وهي ان يتفتح من جوه ويخرجوا الأجزاء الداخلية. حاول يكون معاك حاجة لو حابب تعبي فيها اللحوم، لكن هناك بيكون موجود الترولي دوت والشنط اللي بتقدر تعبي فيها كل أجزاء الأضحية. بعد كده بيبدأ الخروف يدخل على مرحلة التقطيع، وبيبدأ الجزار يسألك عن حجم القطع اللي انت محتاجها علشان يبدأ بعدها يقطع كل الأجزاء المختلفة للخروف. موزة على جنب، موزة يعني شايل على جنب اهو.
علشان يبداوا بعدها يعبوا اللحوم في الاكياس وتاخدها بسهوله. وهنا الجزء الخاص بالعجول، لان الجزء الخاص بالخرفان بيكون لوحده والجزء الخاص بالعجول بيكون لوحده. كمان هنا في عربيه التلج ديت واللي بتقدر تاخد منها علشان لو مشوارك طويل اللحمه ما يحصلهاش حاجه في الطريق. اما عن السعر فسعر ذبح الخروف 500 جنيه شامل طبعا التقطيع. التجربه مختلفه ومريحه فعلا كمان عن تجربه لحوم هايبر وان كويسه جدا، وكمان انت بتتعامل مع مؤسسه مش افراد وده بيكون احسن ليك. لو حصل اي مشكله هتلاقي اللي يحلها لك وهو في نفس الوقت خايف على سمعته. عمليه الذبح بتتم كخط انتاج، مجرد ما الخروف بينتهي من مرحله بيبدا يدخل على اللي بعدها على طول. مستوى السرعه والاحترافيه جيد وبتستلم الاضحيه متقطعه وجاهزه، بيكون فاضل بس انك توزعها. كمان هنا في الاستراحه ديت بحيث لو معاك اسرتك او اولادك يقدروا يقعدوا ويرتاحوا فيها. افضل حاجه هنا هي الاجواء الجماعيه اللي بتزود احساسك باي حاجه. دي طبعا كميات الدم الضخمه اللي بيتم تصريفها اول باول. وحاجه تانية اخيره، لما استخدمت كلمه اغنياء هي مجرد للفت الانتباه، علشان هايبر وان فرع زايد اللي هو الفرع القديم يعني موجود اصلا في منطقه جزء كبير منها كومباوندات ومناطق مفترض ان المستوى المادي لساكنيها مرتفع الى حد ما، لكن هنا كل الطبقات موجوده، فاستخدام الكلمه كان بس للفت الانتباه. موعظة العيد، ففيها نفحات ومنح من رب الأرض والسماوات وبشريات من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ركعتان